السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض ان شاء الله الكبدة الاسكندراني بكل اسرارها زي بتاعة المحلات واحسن كمان. طبعا معايا نص كيلو كبدة، معايا فلفل رومي وفلفل حراق وثوم، ومعايا بهارات. تمام. طبعا هحط الكلام ده كله في الكبة، فلفل الرومي، احط فلفل الحراق واحط الثوم، وهفرمهم في الكبة. هفرمهم فرم خشن عشان ما ينزلوش المية بتاعتهم. تمام. انا عايزاه خشن مش ناعم، ما يكونش فيه اي مية خالص. زي ما انت شايفة كده انا بقطعه في الكبة عادي، ما فيش كبة مش مشكلة، ممكن تقدري تستخدمي المطحنة بتاعة الخلاط عادي. تمام. انا هنا خلصت الخلطة بتاعتي. هنزل بقى عليها بالبهارات، بابريكا، كزبرة، فلفل اسود وملح، والبهارات بتاعه الكبده هتلاقوها عند اي عطار على فكره يا جماعه. تمام. طبعا هقلبهم بقى كويس كده زي ما انتوا شايفين، وهاخد نص الكميه هحطها على الكبده. تمام. زي ما انتوا شايفه هقلبها بقى كلها عشان خاطر الكبده كلها تشرب من التتبيله. ماشي. وهركنها حوالي 10 دقايق او ربع ساعة في التلاجة. طبعا انا هنا معايا طاسة فيها شوية زيت. خلاص هحط عليهم معلقة سمنة بلدي عادي، مش متوفر مفيش مشكلة عادي، كفاية زيت. طبعا الزيت هيكون سخن معايا. هنزل بالكبدة عشان اشوحها كده واديها صدمة. خلاص زي ما انت شايفة افضل اقلب فيها كده. تمام. لحد ما تغير لونها تماما. خلاص. طبعا هنزل بقى معايا من الخلطة اللي انا كنت ركناها على جنب، هحط حوالي معلقتين تاني برضو، هسيب معلقة على جنب هستخدمها برضو. ماشي. زي ما انت شايفة كده. طبعا هي عليها كل حاجة، مش محتاجة ملح ولا اي حاجة. هغطيها بقى واسيبها حوالي 3-4 دقايق بس مش اكتر. طبعا هي كده زي ما انتوا شايفين. انا بقى معايا المعلقه بتاعه الخلطه اللي انا ركناها، حطيت قرن فلفل رومي على قرن فلفل حراق. تمام. هي كده خلاص خلصت معايا. هقلبها تقليبه واحده بس مش اكتر. معايا بقى عيش فينو ومخلل وطحينه. ويا رب تكون عجبتكم ونالت اعجابكم. ما تنسوش بقى يا جماعه اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم مني كل جديد. اشوفكم